هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات الجوية. هنا القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي. بيان رقم 2. ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا، تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة. هنا القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي. الحاقا للبيان رقم 2، نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح، وأصابت مواقع العدو بإصابات مباشرة، وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة. هنا القاهرة. البيان رقم 4. حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية. ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة العدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقه، ولا زال الاشتباك مستمرا. هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية بالقناة. هنا القاهرة. البيان رقم 6. نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس، قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة، فتصدت له مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير 11 طائرة للعدو، وقد فقدت قواتنا 10 طائرات في هذه المعارك. هنا القاهرة. عليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. البيان رقم 8. قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة، وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة.